هل سمعتم يوما أن الإنسان إذا أكل ذرة من الحرام فانظروا ماذا قد يحدث؟ استمعوا إلى هذه الحكاية. فيما مضى زارت امرأة حامل جارتها، وبينما هما جالستان في إحدى الغرف رأت شجرة ليمون كبيرة تتدلى أغصانها بالثمار. اشتهت المرأة الليمون لكنها استحيت أن تطلبه من جارتها، وحين ذهبت الجارة إلى المطبخ أخرجت المرأة إبرة خياطة كانت معها وغرستها في إحدى الليمونات، ثم امتصت من الثقب شيئا من عصيرها لتشبع رغبتها. وبعد مدة وضعت المرأة مولودا ذكرا، وحين بلغ سن اللعب والخروج صار يخرج إلى الطرقات، وكان بعض الناس ينقلون الماء في قرب من الجلد، فكان الصبي يتبعهم حاملا مسمارا فيثقب القرب من الخلف ويشرب من الماء المتدفق. واستمر هذا الأمر أياما حتى شكى الناس أمره إلى أبيه. احتار الأب في سبب تصرف ابنه فلم يجد له تفسيرا، فقص الأمر على زوجته وسألها عن السبب. عندئذ روت له ما حدث معها قديما كما وقع تماما، ففهم الأب أصل المشكلة، وقال لزوجته: اذهبي فورا إلى جارتك واحكي لها ما فعلت واطلبي منها السماح، فإنني أظن أن ابننا إن فعلنا ذلك سيكف عن هذه الأفعال الغريبة. ذهبت المرأة إلى جارتها وقصت عليها ما جرى واعتذرت منها وطلبت عفوها، فتأثرت الجارة كثيرا وقالت: لم لم تطلب الليمون يومها؟ إنني كنت لأفدي ليمونة واحدة بكل ما على الشجرة من ليمون، ثم سامحتها وعفت عنها. وبإذن الله كف الطفل بعد ذلك عن تصرفاته الغريبة. في هذا الزمان كثر أكل الحرام بين الناس، وتساءل كثيرون في الحقوق والأمانات، حتى صار ذلك أمرا عاديا في حياتهم اليومية، يعيشون وكأن شيئا لم يكن، غير مبالين بعواقب ما يفعلون ولا بما يترتب على الحرام من آثار في النفوس والأخلاق والأبناء. سبحان الله العظيم. ونقول في ختامنا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.